الأعزاء، أسرة الفقيه، الدكتورة إنجيلا سلطان أبو حديد، أساتذة جامعة تعز، الأخوات والأخوة ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الرفيقات والرفاق، الحضور الكريم، يسعدكم بالخير صباحا. نلتقي اليوم في هذا الحفل التأبيني والرثائي لشخصية وطنية فذة وسيرة وطنية وإنسانية وعلمية فريدة تعددت مساهماتها النضالية على مستويات عديدة منذ بواكير شبابه ليشكل مجمل رصيده النضالي والعلمي تجربة استثنائية في مسيرة النضال الوطني من أجل الثورة والاستقلال والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي. إن شخصية نضالية كسلطان أبو حديد جديرة بالتأمل والقراءة والبحث في سياق توثيق ورصد وتحليل ونقد تراث وتضحيات الحركة الوطنية الديمقراطية اليمنية المعاصرة بصورة عامة، وعلى مستوى تراث اليسار والحزب الاشتراكي اليمني بوجه خاص. مثل الفقيد في مجمل سيرته حالة من الوضوح والصدق، متمتعا بروح صلبة وجسورة، كما أن في سيرته ما يشبه إلى حد ما تجارب مماثلة لرفاق امتحنوا في محطات وانكسارات وعواصف أصابتهم وأصابت حزبهم ليقعوا في لحظة ضعف إنساني. أقول لحظة ضعف إنساني ليعاودوا استئناف مسيرة الكفاح بأشكال وصور مختلفة. جسد الفقيد في حياته الخاصة التزاما حقيقيا لقيم التمدن والحداثة والديمقراطية، ويظهر ذلك في علاقته بأسرته ودفعهم نحو التحصيل العلمي العالي. ومنح ابنته إنجيلا وفالنتينا خصوصية واهتماما استثنائي يعكس انحيازه العام لقضايا المرأة والدفع بها للانخراط في قضايا الشأن العام. يعد الفقيد من أبرز الشخصيات الوطنية اليسارية، حيث التحق بالعمل الطلابي والسياسي منذ 63، ويلتحق تنظيميا في اتحاد الشبيبة اليمنية الديمقراطية أجدي في 67، وتنمو معارفه السياسية والفكرية بما يؤهله لخدمة الحياة الحزبية وتشييد الأدوات النضالية الرافعة والضامنة لمشروع بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وذلك من خلال انتسابه المبكر لحزب اتحاد الشعب الديمقراطي من خلال الفقيد القائد الوطني عبد الله صالح عبده في عام 1970، وهو أحد الفصائل الماركسية التي تأسس منها حزبنا الاشتراكي اليمني، ليتبوأ الفقيد موقع متقدم في هذا الفصيل وتمثيله في لجنة توحيد فصائل اليسار. لعب الفقيد دورا ريادي في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي في حوار تأسيس فصائل اليسار على طريق إعلان قيام الحزب الاشتراكي اليمني. ففي حوارات فصائل اليسار الخمس من شمال الوطن حضر الفقيد سلسلة الاجتماعات والأنشطة التحضيرية لينجز توحيد الفصائل الخمس في 7 يناير 78، ثم استمر في اجتماعات توحيد فصائل الشمال والجنوب، وذلك بعد إعلان تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني في جنوب الوطن 11 إلى 13 أكتوبر 78، ليتم إنجاز التوحيد لفصائل الشمال والجنوب في مارس 1979 تحت تسمية الحزب الاشتراكي اليمني الموحد. ولأسباب سياسية وتكتيكية سمي الحزب الاشتراكي فرع الشمال باسم حزب الوحدة الشعبية حوشي. عمل الفقيد بتفاني في خدمة الحياة الحزبية، ونال نصيبه من مآلات وفاتورة ممارسة العمل الحزبي على المستوى الداخلي والخارجي. داخليا دفع ثمن الإقصاء والتطرف في البنى الحزبية الداخلية، وعلى مستوى الخارجي الملاحقة الأمنية والاعتقال من النظام السياسي شمال الوطن المجربة للعمل الحزبي. كما أن الفقيد كان له إسهاماته التقدمية على المستوى الإنساني والأممي من خلال موقعه القيادي في اتحاد الشبيبة الديمقراطية أجدي، ممثلا لليمن في العديد من المهرجانات والفعاليات الأممية التي ينظمها اتحاد الشباب العالمي الأفدي، وهي فعاليات مناهضة للإمبريالية والحروب والاستعمار. وبهذا الخصوص أستحث شبيبتنا استئناف التواصل مع هذا المكون الشبابي الأممي، وذلك لما يمثل هذا النشاط من أهمية قصوى في الإسهام بتقوية المكونات الأممية المناهضة للتحديات الكونية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وبيئيا.
وبما يخدم السلم والأمن الدوليين بين الشعوب. كما أن الفقيد ممن التحقوا في المقاومة الشعبية دفاعاً عن الجمهورية ضد النظام الملكي مع رفاق وقادة عظام كعمر القاوي وسيف أحمد حيدر ومساوى أحمد الحكمي وأحمد صالح جبران وغيرهم. كان انخراط الشاب أبو حديد في المقاومة الشعبية ضمن آلاف من الشباب ليخوض معهم ملحمة حقيقية في مواجهة الملكيين المسنودين من الرجعيات العربية والقوى الاستعمارية العالمية، وفي صدارتها أمريكا وإسرائيل، حيث تم تجميع مرتزقة من فرنسا وإيران وبلجيكا وأمريكا وجنوب أفريقيا إلى جانب تحشيد 70,000 من أبناء القبائل. راهن أبو حديد ورفاقه على عدالة قضيتهم ونزاهة مقاومتهم وعلى إسناد الحاضنة الشعبية المتشبثة بخيار الجمهورية. وعلى أثر حملات الاعتقالات والاغتيالات بعد 68 غادر الفقيد صنعاء إلى تعز ومنها إلى عدن، وعمل هناك في الإذاعة وقدم برنامج إذاعي أسبوعي تعبوي يستحث مواطني الشمال على المقاومة الشعبية باسم مستعار. وفي ميدان العمل التعاوني كان للفقيد إسهاماته الرائدة في هذه التجربة التي حاولت وعملت وفقا لإمكانياتها المتاحة في بناء وتشييد المرافق الخدمية من مدارس وطرقات ومستشفيات لتجسد هذه التجربة تعبيرا مبكرا عن التشاركية، حيث تحمل المجتمع مسؤوليات أكبر من طاقته، بل شرع المجتمع بدلا عن الدولة في بناء المشاريع الخدمية. إن فقيدنا الكبير لم يكتفي بالجهود النضالية والميدانية ببعدها السياسي والتنموي، بل أعطى نصيبا وافرا من وقته لتطوير معارفه وتحصيله العلمي لينال الدرجة الأستاذية بكفاءة. ومن خلال موقعه الأكاديمي في جامعة تعز قدم الفقيد للمكتبة اليمنية والعربية سلسلة أعمال وأبحاث سلطت الضوء على مجالات بحثية وتاريخية بعضها ربما لم يسبق التطرق لها، وهو ما يملي على الباحثين والأكاديميين مسؤولية مواصلة هذه الجهود البحثية والتاريخية. وبهذا الخصوص يلزمني التنويه أن الفقيد لم يكن أستاذ تاريخ مرموق وحسب، بل كان أيضا أحد صناع التاريخ، فقد كتب تاريخنا فكرا وممارسة. إننا في منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز ونحن نحتفي ونؤمن رفاقنا، فإننا لا نقوم بعمل اعتيادي يأتي في إطار إسقاط الواجب. نقوم بهكذا أنشطة في سياقات عديدة إخلاقيا وقيميا، تعبيرا عن الوفاء والعرفان للجيل المؤسس الذي أنار جنوب الكفاح من أجل مستقبل وطن يطوي مظاهر الاستغلال والقهر والارتهان لصالح الانتصار للاستقلال السياسي بكل أبعاده، وبناء مجتمع الرفاه الذي ينتصر للعدالة الاجتماعية وإنهاء مظاهر المجاعة والبطالة وتشييد سياسات تنموية تخلص شعبنا من كل مظاهر العوز والتسول. كما أن هكذا نشاط مما يرافقه من إصدار كتاب وفيلم وثائقي جزء من الإسهام التوثيقي بطابعه المعرفي والتاريخي، حفاظا على الذاكرة الوطنية بما تمثله من أساس يبنى عليه في سياق مراقبة النضالات الوطنية صوب الأهداف الوطنية اليمنية الكبرى. إن فعالية تأبين اليوم تضع أمامنا جدول الأعمال يتحمل وزرها الأكبر فريق التوثيق في منظمتنا الحزبية وشبيبتنا في مراجعة إرشيف ومكتبة الفقيد، لما لذلك من أهمية قصوى تخدم مشروع التوثيق والتنوير والبحث العلمي. كما أن العمل في هذا الحقل المعرفي في صميم مهام الجامعة ومراكز الأبحاث. الأخوات والأخوة أساتذة جامعة تعز الكرام، طالما ونحن في حضرتكم والمقام هو جامعة تعز، أنتهزها فرصة لأضع أمامكم مسؤولية كبرى تقع على الجامعة وأساتذتها الأجلاء، وهي مهمة ترتبط بشكل وثيق بأسباب الإخفاقات التي لحقت بمشروعنا الوطني وحركة تقدمه وتعثر خطاه، وتتصل بشكل مباشر بفشل وفساد رسالة التعليم والجامعة. إن مقدمة كل تغيير والنهوض يبدأ من إصلاح نظام التعليم وإعادة صياغة هدف وغاية الجامعة بما ينجز ويجيب
على سؤال التنوير الذي حل محله خطاب الوهابية والبلاغية. إن تعليم الجامعين لا يعيد للعقل مركزيته في مقاربة الأزمات وفتح منافذ الخلاص يبقى جهدا عبثي يفضي لإعادة إنتاج التخلف. إن تعليما جامعي لا يجيب على سؤال التنمية المفقودة ولا يدفع بتصورات وسياسات تضع لمن في صدارة قائمة بلدان الرفاه لا معنى له ولكراريس الحشو والتلقين الممل. الأخوات والأخوة، أساتذة الجامعة تعز، الرفيقات والرفاق، الحضور الكريم، احتفاءنا اليوم هو أيضا تأكيد عن عزمنا المضي قدما في درب التغيير، وهو إعلان عن مخزون أمل يتجدد كل يوم، وتعبيرا عن تفاؤل سيكتسح حتما عتمة الظلمة والظلم والضلال، وتأكيدا واثق على أن المستقبل سيكون أكثر عدلا وسلام وحداثة وحقوق إنسان. طالما وأننا نناضل بشروط واعية نتعلم من ماضينا دروسا بليغة ونستثمر بشكل خلاق الحاجات الموضوعية المحفزة لصناعة الغد المنشود. رحل فقيدنا الكبير ويمننا الحبيب يشهد ارتدادات وارتكاسات أصابت مشروعنا الوطني في الصميم، وتسيدت قوى غير تاريخية. ففي شمال الشمال تسيطر قوى إمامية تحاول أن تسحب حركة التاريخ إلى ما قبل سبتمبر 62. يرافق ذلك ارتفاع أصوات في جنوب اليمن تتطلع للعودة إلى السلطنات وإلى ما قبل الاستغلال الناجز في أكتوبر 63. غادر الفقيد حياتنا في ظل أوضاع مأساوية يهيمن على المشهد مقاولي الكراهية وتجار الحروب الذين يتربحون يوميا من أرواح اليمنيين، يمزقون كل يوم القيم والمضامين الجمهورية والوطنية. وتتكاثر مدارس وجامعات وزوايا لتفقيس جيوش تكفير وتحريض وقتل في مشهد تخيم عليه سحابة من القنوط والإحباط. وهذا هكذا وضع ليس أمامنا من خيار سوى المضي قدما وإنارة شموع الأمل والتأسيس لعمل نضالي جاد يستند على فعل تنويري يعيد صياغة المفاهيم بما يجعلنا جديرين بإنسانيتنا وكرامة المواطن. الفقيد سلطان أبو حديد ستظل أحد رمزيات الانتصار للكادحين ورواد التحرر الوطني ونموذج ملهم من جيل الأحلام الكبرى والتواصل الإنساني العابر للحدود. شكرا.